السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا الفيديو الجديد، وأحثكم على الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. طبعا عندنا تساؤلات ياما، نتساءل عن ما يجري في اليمن وكيف وماذا واليمن إلى أين. بكل اختصار يا أخواني، عندنا ثروات في اليمن والله العظيم لو وقعت هذه الثروات في يد ناس أو مسائيل أو رئيس يريد أن ينعش الدولة أو ناس وطنيين يحبوا الوطن، أن احنا الآن نناطح يعني أكبر دول العالم. لكن لماذا لم يتم استخراج نفط الجوف؟ عندنا آبار في شبوة، عندنا آبار في الجوف، عندنا آبار. اليمن كلها نفط، اليمن كلها ثروة، ثروة معدنية، ثروة سمكية، ثروة كل ما تعنيه الكلمة. لكن سؤالي هنا السؤال: لماذا لا يتم استخراج النفط وإنعاش اليمن؟ أنا بجاوبكم لأنهم أصلا ما يستطيعوا أن يجاوبوا على هذا السؤال. الجواب عن هذا السؤال، لماذا اليمن لم يتم استخراج النفط من الأرض، هذا الجواب، اسمع الجواب يا حبيبي. الجواب عندما يكون رئيس ليس له قرار، وعندما تكون حكومة مرهونة لحكومة أخرى، فلم يستطيعوا أن يحركوا ساكن في بلادهم. تخيل احنا ولا دول الخليج كلنا في نفس الموقع، في نفس الارض، في نفس ايش اقول لك، يعني ما في شيء مختلف، ما في شيء في نفس المنطقة. احنا والخليج في نفس المنطقة. انظروا الى الخليج كيف يعني وصلوا، كيف انتعشت بلادهم، وانظروا الى حال اليمن، رغم ان اليمن اقدم منهم، من قبل الرسول اللهم صل وسلم عليه. شاهدوا هذول اللي تقولوا عليهم انهم يعني اولاد 60 سنه واولاد 70 سنه، فينهم؟ وشاهدوا اليمن اللي لها 2000 ومدري كم ملايين من السنين، فرق واجد. هذولاك يريدوا يبنوا وطن، يريدوا يبنوا مستقبل، يريدوا يعني شعبهم في راحه، في ازدهار. في هذولا اما بيسرقوا او بينهبوا او بيتموا مرتهنين للخارج. لهذا السبب اليمن ما زال في هذا الفقر، لأن اليمن ليس له قرار. باختصار شديد، اليمن قراره ليس بيده، قرار اليمن مرهون في الخارج، ومن هذا اللي يبغاك يعني تنتعش. يعني معقول أنا بخليك ترجع أكثر مني؟ لا، ابقى تحت.